في هذه المنطقة. لا نريد نفط هؤلاء، لا نريد شبابهم، ولا نريد احتلال دول ولا قواعد عسكرية. طيب. ولا نريد قتل أحد. نحن نريد أن نعيش بسلام إلى جانب دول. لا يمكن لكل هذه الدول أن تعيش بسلام ونحن نقتل كل يوم، ويقتل علماءنا النوويين كل يوم، ويقتل قادتنا كل يوم، حتى أنهم قتلوا سيدنا الإمام الشهيد الخامنئي. هل يعقل أن نسكت؟ لا سكوت بعد اليوم. طيب. من يعتقد بأن الإيراني سيسكت بعد اليوم هو واهم، وهو لديه تحليل خاطئ. لا يوجد مسار دبلوماسي أبدا في هذا الموضوع. نحن ذاهبون بأقصى ما يمكن لمعاداة هذا الأمريكي ولقتل هذا الأمريكي أينما وجد. أنا أطلب من الدول العربية أن تتفهم هذا الموقف. هم قتلوا عندنا أكبر زعيم عسكري أمني اجتماعي ديني عقائدي وهو الإمام الخامنئي. لا يتوقعن أحد أن نسكت على هذه الجريمة. قتلوا قاسم سليماني وسكتنا، قتلوا الشهيد رئيسي وسكتنا، قتلوا هنية في أراضينا وسكتنا، قتلوا الآلاف في هذه المنطقة وسكتنا. وكانوا يقولون لماذا تسكت؟ إيران نمر من ورق، إيران ليس لديها خيارات، إيران ضعيفة. وإيران الآن نريكم من هي إيران. إيران يجب عليها أن تعلم الأمريكي والإسرائيلي وحلفائه في هذه المنطقة درسا لن ينسوه أبدا. نحن لا نمزح هذه المرة. إيران تريد أن تقول لهم نحن سكتنا 47 سنة، لكن من الآن فصاعدا سنكون تلك الدولة التي تأخذ حقها بيدها. ومن غدر بالجمهورية الإسلامية يجب عليه أن يدفع الثمن غاليا. لا يمكن السكوت. كل من تواطأ مع هذا الأمريكي أيضا سيدفع الثمن. كل من ذهب باتجاهات دبلوماسية وبخيارات سلام إبراهيمي سيدفع الثمن. دعني أتحول للأستاذ كاظم. أستاذ كاظم، في ظل تعدد